لو يجيلك حد يقولك هو انت قاعده بتعملي ايه طول اليوم؟ اتفرجوا على ست البيت الشقيانه التعبانه اللي بجد بتقوم من النوم بتقول صباح الخير، تتفاجئ بالمنظر ده. بس هو ايه اللي وصل البيت للمنظر ده؟ مش الركنه تبقى مليانه كل الحاجات دي عليها كده، ولا المطبخ، ولا لا حاجات كتير زياده عن اللزوم يعني. بس الله يقويها، الله يقويها ويعينها. بجد. اما تبقى الست كده بتبقى محتاجه دعم بجد، بتبقى محتاجه حد يقول لها الله يقويكي الله يعينك. طبعا الفيديو متسرع كتير بس خد منها ساعات في تنظيفه. فلا، اما تبقى الست كده بجد بتبقى محتاجه حد يقول لها الله يقويك الله يديك الصحه. بجد بلاش كلمه هو انت بتعملي ايه طول اليوم. اصل هو البيت ما بيتعملش لوحده، اصل العيال ما بتذاكرش لوحدها، ما بياكلوش لوحدهم، المواعين ما بتتغسلش لوحدها، الهدوم ما بتتغسلش وتنشر لوحدها وتتطبق. ان انا جالي كومنتات كتير بتتقال طب ما احنا بنعمل وبيطلع عنا وفي الاخر بيتقالوا انت بتعملي ايه. لا، كل واحد فينا بيعمل دوره. احنا لو بدلنا الادوار مش هنرتاح، لا الست هترتاح مكان الراجل ولا الراجل عمره هيرتاح مكان الست. انا لا بقلل من الراجل ولا بقلل من الست، كل واحد ليه دور ربنا خلقه له. ما ينفعش ان احنا نبدل الادوار. الست هي الام اللي بتنظف وتشيل وتحط وتذاكر لاولادها، وفي نفس الوقت تحس بقيمتها، يعني تحس ان هي ست، تحس ان بيدلك المحلوه تراضيها بعد كل التعب بتاع اليوم ده، تراضيها زي ما انت برضو بتبقى مستني ان انت هتقول لك كتر خيرك والله بتتعب وبتشقى عشاننا، انت لازم كمان تقول لها كتر خيرك على اللي هي بتعمله. انا عارفه ان في رجاله كتير هتخش تهاجمني، بس احنا لازم نكون مقدرين تعب بعض عشان حياتنا تمشي وعشان نطلعوا اولاد متفاهمه ما يطلعوش كارهين الدنيا. مش عايزه حد يزعل مني، بس الكومنت ده اتكرر لي كذا مره في فيديوهات كتير. كنت بقول ان الست تعمل وتشيل وتحط وتعمل كده في بيتها يعني، وتنظف وتغير ديكور. فاتقال لي الكومنت ده كتير جدا ان احنا بنعمل قوي وكتير جدا، وبتقال لنا انت بتعملي ايه في الاخر. لا، لازم نقدر تعب بعضنا. ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت اللي زي العسل اللي شبهك واللايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.